انتهى الديربي، لا غالب ولا مغلوب ولا جديد. لا الوداد انتصرت ولا الرجاء ربحت. هاد الديربي هذا مابقات فيه غير السميه. لا الرجاء رجاء ولا الوداد وداد. حتى كره ما كيعرفوا انهم يلعبوها. وصراحه ما قاله خليل زيت واحد الوقيته، قال لك ان البطوله الوطنيه المغربيه واللاعب المغربي اللي كيلعب في البطوله كيلعب شي حاجه اخرى من غير كره القدم، وان اللاعبين اللي كيلعبوا في اوروبا افضل بكثير مما كيلعبوا في البطوله الوطنيه المغربيه. وانا اخر مره غادي ننتقد شي مدرب ما عيطش لشي لاعب كيلعب في البطوله، لان صراحه عندنا لاعبين اللي محدودين جدا تكتيكيا ولا بدنيا ولا ايضا فنيا. ذهنيا معاقين، لاعبين اللي ما كيقدروش انهم يديروا هجمه منظمه. باش انا كنجي تفرج في ديربي وانك تخسر فلوس باش تفرج في هاد المعاقين هادو، كان انك كتضيع 90 دقيقه من الوقت ديالك ومن الجهد ديالك باش انك تكعى وانك تمرض بالاعصاب وتمرض بالسكر الا كتفرج في هاد اللاعبين هادو. فرق كبيره من الحجم ديال الرجاء والوداد كيلعبوا فيها لاعبين اللي ما كيعرفوا يديروا باس مقاد، ما كيعرفوا يديروا كونترول مقاد، ما كيعرفوش انهم يبنيو الهجمه. عيب وعار ما يقع في فريق الرجاء الرياضي ولا الوداد. باقي الرجاء جات معاها نقولوا انها كاينه في ازمه ماليه وانها عندها ليتيج، وان هذا المدرب هذا كيديباني باللاعبين اللي خلى لهم العاهه القديمه هاله من لاعبين بدائيين لا يفهمون ولا يفقهون في كره القدم شيء. ولكن الوداد اللي كنتسناوها انها تمشي تشرف الكره الوطنيه المغربيه في كاس العالم للانديه وانها تفوز لينا على مانشستر سيتي ولا اليوفي، واش كتسناو هذا الفريق هذا بهاد اللاعبين هادو المحدودين جدا انهم يلعبوا في النيفو ديال اليوفي والنيفو ديال مانشستر سيتي؟ هادشي هذا اللي غيخلينا نشوفوا كارثه، وغادي نشوفوا ان الكره الوطنيه المغربيه ستهان في كاس العالم للانديه الى لعبت الوداد ومثلت الكره الوطنيه المغربيه. باش انك تفرج في هذا الديربي صراحه كنظن انك تضيع 90 دقيقه من حياتك. كنظن ان من الافضل انك تجي تستافد بشي حاجه اخرى. كنظن ان من الافضل اننا نمشيو نستافدوا بشي حاجه اخرى، ما تفرج في الديربي اللي ما كيقدروش حتى هاد اللعابه هادو انهم يجريو وانهم يوقفوا مزيان في التيران. ما كنعرفش هاد التكوين هادو وهاد المدربين هادو شنو كيديروا بالضبط ملي كيسالوا المقابلات، كيفاش كيكونوا اللاعب، كيفاش كيهضروا مع اللاعبين، كيفاش حتى انهم ممكن انهم يعطيو اللاعب خطه. اللاعب اللي كتحس بهم انهم حتى الوقوف في التيران ما واقفينش. اش من هاد اللاعبين هادو؟ واش هاد النوعيه ديال اللاعبين اللي كتلعب في الرجاء؟ واش الفردوسي دابا يلعب في الرجاء؟ بعد يلعب في الرجاء؟ واش بودا يلعب في الرجاء؟ هادو لاعبين كان ان حتى تروازيام سيري وكاتريام سيري في المغرب فرق ما تقبلش عليهم. تكون لاعب في دوري رمضان، هاد اللاعبين هادو ما تعيطش لهم انهم يلعبوا معاك. هاد اللاعب هذا حتى ما يقدرش انه يعرف يوقف في التيران، ما كيعرفش يدير باس، ما كيعرفش كيفاش يهجم، وما كيعرفش كيفاش يدافع. حتى شي حاجه ما كتربطو بكره القدم. اش هاد النوعيه ديال اللاعبين اللي ولات كتلعب في فرق كبيره كالرجاء والوداد؟ كنظن ان يجب اعاده النظر في الرجاء والوداد والنوعيه ديال اللاعبين اللي كيلعبوا فيهم. لان باش تفرج في ديربي وانك تجيب صاحبك اللي كيعيش على برا ولا شي واحد اللي اجنبي تقول ليه اجي تفرج معايا في الديربي وتديه تفرجوا في هذه المقابله هذه، كان انه غيحشم لك بالكره الوطنيه المغربيه وداك الشيء كاع اللي خدم عليه المنتخب المغربي والانجاز التاريخي ديال 2002 في كاس العالم، الوصول ديالو الى نصف النهائي ديال مونديال قطر. غيضربوا لك هذا الديربي هذا في الزيرو. انا كنحشم نتفرج فيه، عسى كنقدر انني نبارطاجي هذا الديربي هذا مع شي واحد اخر اللي ممكن انه يتفرج معايا فيه. كلشي كاين في هذا الديربي الا كره القدم. لا تحكيم، لا نقل، لا معلق، حتى شي حاجه ما كتفرح في البطوله وحتى حاجه ما كتفرح في هذا الديربي هذا. ديربي العاهات.